السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، واخيرا بقى جيت لكم فيديو جديد. ولو انت اول مره بقى تشوفي قناتي، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه علشان كل حاجه بنزلها وانزلها ان شاء الله توصل لكم اول باول. وبرضه لو بتشوفوا الفيديو ده على بيج الفيسبوك ما تنسوش تعملوا متابعه علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نشوفوا فيديو النهارده، خليكم معايا. طبعا انتوا عارفين يا بنات ان كلها كام يوم وهنبقى ان شاء الله في رمضان وكده. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير. ففيديو النهارده هو بصوا يعني مهم جدا جدا لكل ام عاوزه تجدد مثلا في بيتها وكده، او كل عروسه بتجهز نفسها، او مثلا لكل عروسه جديده عاوزه تجدد وتزود تاني وتجيب بقى كده حاجات ناقصاها في المطبخ وفي البيت. فالنهارده بقى جبت لكم شويه مشتريات تحفه جدا جدا جدا، وباسعار كويسه قوي وكمان مفيده، وحاجات يعني كده ترندي وشيك تنفعكم بقى في العزومات والتقديمات. وبقى بصوا كده حاجات يعني شخلعه كده ودلع وتشهيص النفسيه، لان العين بتاكل قبل البق، واحنا متفقين على الكلام ده من زمان. ويلا تابعوا معايا الفيديو عشان نعرف بقى اشترينا مع بعض، ونعرف كمان الاسعار، وناخد خلفيه، ويلا ناخد فكره النهارده ونشتري بكره وما تضيعوش وقت. ويلا بينا نشوف الفيديو. قبل ما نبدا كده مع بعض ما تنسوش اللايك يا بنات، اللايك والاشتراك في القناه، وخليكم معايا يلا بينا. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي، ويلا صلوا عليه في الكومنتات ونشوف ايه هو فيديو النهارده. خليكم معايا. فيديو النهارده يا بنات اخيرا بقى جت لكم فيديو جديد بعد غيبة طويلة وطول انتظار. بس بغيب ورجعت بص بحاجة مهمة جدا جدا، وهتفيد الكل ان شاء الله. هتفيدك لو لسه عروسة جديدة، وهتفيدك لو انت كمان عروسة كده بتجهزي وعاوزة تشوفي بقى ايه الجديد وايه الترندي. وكمان هيفيدك لو انت اصلا بالفعل ست بيت ومتجوزه بقالك 5 10 15 20 سنه، والحاجات دي كلها هتستفادوا معايا بيها، وهتعرفوا الاسعار، وهنعرف كمان ايه بقى الحاجات اللي المفروض نجيبها مثلا في المطبخ، وايه الحاجات اللي المفروض نجيبها في التقديم. وتشرفنا بقى كده قدام اهلنا وقدام صحابنا، وفي اي عزومه هتسد. ويلا بينا بقى نشوف اول فيديو النهارده. يلا كده مش عاوزين نضيع وقت، ونشوف جبنا ايه واشترينا ايه للمطبخ والبيت، وبالاسعار كمان والاماكن. واعملوا كده لايك بقى واشتركوا في القناة قبل ما نشوف الحاجات اللي احنا جبناها. وكمان لو انتوا بتشوفوا الفيديو ده على بيج الفيسبوك ما تنسوش تعملوا متابعة عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نشوف احنا جبنا ايه. خليكم معايا. بصوا بقى يا بنات، انا اصلا كان بقالي فتره كبيره جدا جدا حاطه الموضوع في دماغي ونفسي اجيب حاجات كتير، لكن ما كانش عندي الفرصه، ما كانش في وقت خالص ان انا انزل واشتري حاجات وكده. فاول بقى ما جت الفرصه قدامي بصوا ما ضيعتهاش. ايه رايكم؟ وشهيصت نفسي والمطبخ، وبصوا يعني النفسيه كمان. حسيت كده ان انا يعني خلاص عروسه جديده بقى، وعندي كل حاجه جديده وبستخدم، ونفسي استخدم دي واحط هنا شويه وهنا شويه. بصوا بجد احساس حلو قوي. فجربوه كده مش هتندموا يعني. فرحت كده لمحل ادوات منزليه، محل كبير في العتبة يا بنات. فاخترت الحاجات دي. بصوا بقى يا بنات، الحاجات دي كلها بتتباع بفرد وكده، يعني ممكن تشتري بالقطعة، او سواء ان انت جبت بالقطعة او غير القطعة، فهو مكان جملة يعني. بيبيع بقى المناميل، بيبيع مثلا الصيني، بيبيع البورسلين، بيبيع اي حاجة انت عاوزاها سواء بالقطعة او ان انت تجيبي عدد كبير. زي ما انتوا شفتوا النوع دوت جبت منه 3 اطباق الوان مختلفة. جبت اللون الليموني دوت، واللون التاني الاصفر، ولون بينك. وجبت برضو من الاطباق ديت كده الشكل ده. جبت منه برضو 3، جبتهم كبار شوية. آه او تقريبا جبت منه 6. جبت من النوع دوت 6، والاصغر منه جبت 3. او بصوا انا اتلخبطت، ده الاصغر اللي وريته لكم الاول جبت منه 3، 2 اخضر وواحد برتقاني. والاكبر منه شويه بقى هو ده اللي انا جبت منه 6. خليت كل لون منه طبقين طبقين طبقين. فقلت ان انا يعني اشكل كده طقم كأنه هو جاي طقم جاهز مع نفسه، ومش ان انا مختاراه يعني ومجمعاه وكده. فبصوا الاطباق دي جبت منها 6 زي ما قلت لكم. جبت 2 ازرق واتنين اصفر، وجبت كمان 2 اخضر. ف جمعت منهم 6 اطباق، ومن الاصغر منه شويه جبت 3. والاطباق التانية اللي هي ينفع مثلا احط فيها بطاطس، ينفع احط فيها فراخ، ينفع احط فيها اي حاجه كده، مكرونه بشاميل ايا كان، او اللي هو المحاشي او كده. فجبت منها 3 كبار كده، يعني جبت 3 و3 و6. والطبقين دول جبت منهم 2. وبرضو جبت زيهم بالظبط
طبقين صغيرين، بحيث ان انا كده انا عملت بقى ايه طقم كامل متكامل، اللي هو منه حاجة كبيرة ومنه حاجة ايه بولات صغيرة برضو. فالبولات دي تنفع ان احنا مثلا لو انت عاملة لسان عصفور تحطي فيه، عاملة مثلا بصوا شكلهم عاملين ازاي، او عاملة مثلا ايه ملوخية، عاملة عاوزة تحطي فيه شوربة، فاي حاجة تمشي معاكي. وجبت برضو البولتين دول، ينفعوا برضو ايه للملوخية، لسان عصفور، شوربة، اي حاجة، او طبيخ برضو لو انت بتدي طفل او كده. والبولات الصغيرة دي بقى تنفع ايه في الصوصات، السلطات. فبصوا الطقم كامل متكامل، هيشهيصك ويسد في العزومات ومش هيقول لا، وهيشرفك كمان. ايه رأيكم بقى في اختياراتي؟ المرة دي اختياراتي مش مدمرة حياتي. هنا اختياراتي ايه جت في محلها. وعاوزة اقول لكم ان انا كنت جايبة طقم زي ده بالظبط كده او مقارب ليه، من برضو كان 26 قطعة، وكنت جايباه في جهازي. وقلت بقى هو الطقم ده ومش هجيب بقى ايه تاني، هو واحد ومالوش تاني، كفاية عليا احنا هناكل في 26. ما كنتش اعرف بقى ان انت ايه يعني اما بيمر عليكي بتعدي سنة اولى جواز وسنة تانية وتالتة ورابعة وخمسة كمان، او الاسرة بتزيد، او ان انت بقى خلاص بتبتدي كده ايه تاخدي خبرة، وتعرفي بقى ايه شؤون البيت والكلام ده كله، وتعرفي تعملي اكل وتعملي حلويات وتبقي كده شاطرة ولهلوبة. بتحتاجي بقى ان انت تنوعي، وتحتاجي بقى اطباق، وتحتاجي حاجات، لان مع الاستخدام والوقت والاطفال كل حاجة بتتكسر، مفيش حاجة بتعيش. فكان من الطقم اللي انا جبته يا عيني متبقي كده كام طبق، فقلت ما بدهاش، لازم بقى ايه نملى البيت خير، ونملى ايه بيتنا حاجات وكده، ونشرف نفسنا قدام الناس اما يجوا. يعني ما ينفعش حد يجي لنا ويكون احنا ايه بيتنا فاضي، ما ينفعش. فايه رأيكم؟ بصوا الطقم كامل متكامل، بصوا كام قطعة، ادي 3 و6 و3 و2، وكمان 2 تاني و2 و3 بولات صغيرين. فيعني بجد كده قطع كتيرة جدا ما شاء الله يعني. الاسعار بقى يا بنات، الثلاث اطباق الكبار دول الطبق كان ب45 جنيه، والاطباق التانية الكبيرة شوية برضو ينفع غرف وكده كان بكام؟ ب40. والاصغر منها ب35. والطبق اللي هما البراط الصغيرين ب20 جنيه، دي اقل حاجة. والاكبر شوية ب45. يعني انا كل الاطباق عندي ماشية 45 45، 40، 35، 35، وادي ايه 20. فهي دي كده الاسعار، اقل حاجة 20 واقصى حاجة 45. فبصي ممكن انت ب200 جنيه 500 جنيه تجيبي كده كام طقم مثلا بسيط على قدك، واللي هو طقم عشاء بس على قد عشاء، فبسيط هيقضي الغرض برضو. كل ما يكون معاكي فلوس انزلي هاتي الاطباق الفرط دي، كوني كده مرة مثلا تجيبي اطباق غرف، مرة تجيبي بولات، مرة تجيبي اطباق للرز والكلام ده كله. هتلاقي نفسك مع الوقت ايه كونتي حاجات حلوة كده ايه عندك في وقت بسيط. وطبعا بقى يا بنات احنا عارفين اللي بيتلسع ايه من الشوربه بينفخ في الزبادي بعدين. وانا عشان اتلسعت كتير واتقرصت كتير بقى من ولادي، ربنا يبارك فيهم ويهديهم يا رب، والحاجات كلها باظت واتكسرت يعني حتى الكوبايات، فقلت لا انا لازم بقى احل المشكله، واجيب لهم حاجات ايه بلاستيك، وفي نفس الوقت يكون شكلها كويس وشيك، ما يحسوش ان هم بياكلوا في اي حاجه ايه شكلها وحش وهم مهمشين والكلام ده. فجبت الطبق الكبير دوت، لو انا بس برضو ايه بديهم مثلا محاشي او الكلام ده كله، او جلاش او مكرونه او اي حاجة. فالطبق ده كان ب15، وجبت الاصغر منه ب10 جنيه. وجبت لهم برضو 3 اطباق كده ينفعوا مثلا في مكرونة رز وعليه خضار. 3 اطباق كانوا ب60 جنيه، الطبق عامل 20 جنيه. وجبت الطبق منهم الاصغر منهم كان بكام؟ كان التلاتة ب20. لكن الطبق الاكبر ده وكان تقيل وخامته كويسة جدا جدا، الطبق منه عامل 20. يعني دول كده التلاتة ب60، والاصغر منهم التلاتة ب20 جنيه اهو. بصوا كويسين جدا جدا، يعني ينفع ان احنا نحط فيهم خضار، لسان عصفور، وتاكليه مثلا لابنك او بنوتك كده، ووقع بقى منه ما وقعش منه هيعيش معانا وهيقعد ايه وقت طويل. وكمان يعني هو مختوم عليه رقم 5، فصحي جدا جدا وآمن يعني للاستخدام الأكل والكلام ده كله وإن احنا ناكل فيه. فجبت طبق كبير وصغير وتلاتة هوت ايه كبير للغرف وكده، اطباق غويطة، 3 بولات صغيرين، وكونت طقم بلاستيك يقضي الغرض. وفرحت ولادي وبرضو خليتهم زيهم زينا، وبرضو هما برضو بياكلوا في الاطباق التانية اللي انا جبتها برضو. بس قلت ايه نعمل احتياط لو احنا مش بناكل كلنا يعني في التجمع وكده، فدوت يكون ليهم ايه امن.
وجبت كمان الصفايتين دول، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. قلت الصغيرة دي بقى للمشروبات وكده، مثلا نصفي فيها حلبة نعناع ينسون، والكبيرة خليتها بس ايه لاستخدام اللي هو الملوخية الناشفة، ان احنا نكرمها فيها ونستخدمها وكده. وكان نفسي جدا 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 في القشرة دي. اول ما لقيتها يا بنات جبتها على طول. دي سعرها 25 جنيه، وكان في منها ب75، فجبنا اللي على قدنا يعني، كده كده ايه هتقضي الغرض وخلاص. والصفايتين كانت الكبيرة ب15 والصغيرة ب10، فالأسعار في العتبة كويسة جدا جدا. طب جبت بقى ايه منين كل الحاجات دي؟ من درب سعادة يا بنات. فالمكان ده كله هو ايه يعني مختص بالأدوات المنزلية والحاجات بقى ايه بتاع الرفايع والحاجات بتاعتنا كده. ومفيد قوي. فكمان ايه البولات ديت بتاعت الكب كيك. كان الكيسة الواحدة عاملة 50 جنيه، فيها 12 قطعة. وجبت ايه اتنين بقى بالمرة. وجبت البخاخة دي جبتها كانت ب20 جنيه. فدي قلت بقى ايه للمعطر وكده، لان كنت جايبة واحدة ما لسه ملحقتش تنيت بيها يا بنات. وولادي بقى كسروها من تحت وكده. لقيت الجاروف ده كمان شكله شدني جدا جدا جدا. بصوا شكله كيوت وتحفة وحاجة كده تفتح نفسك وانت بتروقي وتلمي بقى الزبالة. لان انا بصوا فيها طبع او فيها عادة نفسي يعني ايه نفسي تتغير، بس هعمل ايه؟ انا بصوا بكنس واجي بقى عند لما الزبالة اعزكم الله بقى اكسل. ما احبش الم الزبالة عشان طبعا ايه ظروفي الصحية وعندي حساسية في الجيوب الانفية، فبتعب بقى من التراب والحاجات دي. فقلت ده اجيبه يعني يشجعني شوية خلينا اتحرك. فالحمد لله وكان حلو قوي وب20 جنيه يعني مش حاجة، لا كان ب25 مش حاجة يعني. وطبعا زي ما قلت لكم في البداية كل حاجة عندي اتكسرت يا عيني، ومش بتبقي غير بقايا وشوية كوبايات كده ذكرى من جوازي ومن جهازي. فقلت لا، ومفيش بقى كوبايه ميه، اخر كوبايه ميه مكسوره في شهر 10 اللي فات. فقلت بقى يعني ما بدهاش، يلا بينا بقى نجيب ايه كوبايات عشان من وارد يجي لنا اي حد فجأة، نعمل ايه؟ فجبت بقى الدستة دي كانت ب75 جنيه. وجبت الدستة دي كمان ب75. فقلت بقى ايه الشهيصة دي كده دي لزوم بقى ايه الدلع والخصية والرومانسية. ودي استخدمها انا وزوجي. والتانية قلت لما يجي لنا ضيوف. حتى ناقصة كوباية من حظي. ف يعني مش مشكلة، جبت 5 كوبايات وخلاص، ودول 6 كوبايات ب75. وجبت كمان كوباية شاي. انتوا شفتوا معايا فيديو قبل كده كنت جايبة كوباية شاي، لكن قلت اجيب تاني برضو علشان ورد يجيلي مثلا حد، يبقى انا عندي حاجات منوعة وحاجات ان انا اقدر يبقى عندي كذا اختيار ان انا اقدم وكده. وجبت ال6 دول ب75. وتقريبا يا بنات كان كوبايات المية ب100 وفي واحدة ب75، فمش فاكرة قوي. بس الاسعار ما بين ال75 وما بين ال100، ما بزيدش عن كده يعني. الا بقى ايه الحاجات اللي هي يعني بتكون جودتها عالية 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 قوي، لكن احنا بنجيب حاجات يعني ايه شكلها حلو وفي نفس الوقت مشرفة وعلى قد الايه الايد في المتناول. وايه رأيكم بقى؟ ودي كوباية الشاي شكلها كيوت وكويسة جدا جدا. وكده جبت ايه اهو دستة للشاي 6، وجبت كمان 2 للمية وبرضو يمشوا عصير. وكده قضينا ايه الغرض، وسترنا نفسنا وسترنا البيت بالكوبايات بقى ايه. لو كده مستعدين ايه لاستقبال اي ضيف، اي حد يجي لنا يلا بقى ايه نعمل بقى عصاير ونعمل حاجات ونعمل مشروبات وهيقضوا الغرض خالص. ان شاء الله هعمل بقى ايه معاكم فيديو تاني مشتريات، وهنزل ايه اجدد برضو واشتري حاجات ناقصاني. وهشتري معاكم بقى مجات عشان نعمل بقى ايه هوت شوكليت، ونعمل بقى حاجات كده ايه حلوه كده ونشيص النفسيه، ونعمل كاكاو بلبن ونعمل حاجات كده. محتاجه بقى المجات اللي هي ايه بتكون كبيره دي. وجبت بقى كمان يا بنات الاسبونشة دي بتاع المواعين، جبت 2 كانوا ب15 جنيه. وهي كبيرة يعني الصراحة حلوة. وحلوة اوي بتنضف برضو المواعين احسن من السلك وكده بيصد بسرعة. فلو انت لسه عروسة جديدة ومش فاهمة تدعكي المواعين بايه، فهاتي حاجة زي كده هتعيش معاكي وقت طويل قوي. ولما يعني تقدم معاكي غيريها بقى. لكن هي بتنضف المواعين وكويسة ومش بتصدي ولا بتبوظ ولا الكلام ده كله. احسن من السلك الناعم بيصدي مع الوقت، او انت اصلا بتدعكي دعكة ويقعد ما بيكملش حاجة ويقوم مصدي. فاحنا ليه في غنى عن كل ده؟ وكمان بيبوظ الاستانلس وكده. فهاتي ده احسن ليكي يعني. عاوزه اقول لكم بقى ان طقم الميلامين والحاجات اللي انا جبتها دي لو انت عروسه جديده هاتيه.
وهاتي برضو الطقم العسلي، هاتي طقم الخشاف، هاتي الطقم بورسلين او صيني او طقم عشا تاني. الحاجات دي كلها بجد لما انت تنوعي هتنفعك قوي، يعني ما تكتريش، هما دول بس وكده انت خلاص يعني مليتي بيتك اطباق كتير، مستعده لاي عزومه، مستعده لاي حد يدخل بيتك، ان انت يعني خلاص عندك حاجات تغنيكي وتشرفك وتشهيصك كده، وما تتحرجيش من اي حاجه. فاللي هو انت عندك كذا اختيار، عاوزه بقى تقدمي في الميلامين قدمي، في الصيني قدمي، في البورسلين قدمي، في مثلا العسل قدمي، اي حاجه انت عاوزه تقدمي فيها قدمي. فالحاجات دي كلها هتفيدك قوي يعني. وايه رايكم؟ جبت بقى الطقم البورسلين دول، انا اخترت كده جبت طقمين، نوعت ما بين المستطيل وما بين الايه اللي هو البيضاوي المدور. وهم بقى ما بيجوا مثلا انت تشتري منهم بيغلفوا لك الحاجه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان طبعا ما مشيت علشان طبعا لو مشيتي مسافة رحتي مكان بعيد وكده، او ان انت اتحركتي وبتجيبي حاجات تاني، ما يكسروش، لان هم اصلا بيكونوا غاليين. يعني بيحافظوا عليهم كويس يعني. بصوا مكفلينهم حلو قوي. فهنا فبصوا مغلفينهم حلو قوي يعني. ف طبعا انا ايه اخترت كده، بوريكم بفك الاول بقى عشان اوريكم بقى الحاجات بالاسعار. فاخترت كده، انا بحب الحاجات اللي هي ايه المستطيله او الطويله، مش بحب الحاجات المدوره يعني عامه. فجبت كده فجبت كده 3 مقاسات مستطيل زي ما انتم شايفين. جبت هم طبق كبير وطبق اصغر فاصغر. جبت 3 مقاسات مختلفة. دول بقى ينفعوا في تقديم المحاشي، في تقديم مثلا اللي هو قولوا معايا في تقديم مثلا الجلاش، في تقديم اي بقى حاجة يعني، في تقديم حتى الفراخ، فاهمين؟ في تقديم حتى اللحوم في تقديم حتى الفراخ، اللحوم عامة اي نوع بقى انتوا حابينه. في تقديم الحمام. بصوا هيبقى بجد شكل كده، وتقديمه وسفرة هيبقى شكلها مختلف ايه برونق تاني، او بطعم تاني. بصوا ادي كده ايه المقاس اللي انا اخترت اكبر مقاس، فاصغر. واكبر حاجة يا بنات انا جبتها، يعني السرفيز الكبير ده كان ب200 جنيه، والسرفيز الاصغر تقريبا برضو كان ب180. ماشي. وكان في واحد بيضاوي تاني، كان في واحد بيضاوي تاني كان ب200، يعني البيضاوي دوت كان ب200، والتاني السرفيز الكبير ب200، والسرفيز المستطيل الأصغر ب180، وواحد تاني الأصغر ب140. والبيضاوي دوت قلت لكم ب200، والاتنين البيضاوي الأصغر وكده ب120 الطبق، فالاتنين ب240. وجبت ايه كمان؟ جبت تقريبا من ده 2، لا من ده 3. جبت 3 اطباق من ده، ينفعوا مثلا ايه في غرف الرز والكلام ده كله، او ان احنا مثلا نحط عليه جلاش، نحط عليه برضو محاشي، نحط عليه اي حاجة احنا عاوزينها. الطبق من ده يا بنات كان بكام؟ كان ب75 جنيه. تمام. وجبت الاتنين البيضاوي ده الطبق ب120. وعاوزة اقول لكم بقى ان الطبق البيضاوي الاولاني كان في طبق منه ب200 الكبير، والسرفيس ب140، وواحد ايه ب180. وجبت الطبقين دول، الطبق اعمل فيهم كام؟ 65. تمام. وجبت اللي هما البولات الصغيرة ديت، البولة ب45 جنيه، فجبت 4 ب180 جنيه. فبصوا الاسعار، اقصى حاجة انا جبتها كان ب200 جنيه، واقل حاجة انا جبتها ب45 جنيه. يعني الاطباق اسعارها في طبق كبير مثلا ب200، طبق ممكن يبقى ب180، طبق مثلا ممكن يبقى ب140، طبق ممكن يبقى ب40 جنيه،
وطبق ممكن يبقى ب120، طبق ب60، 65، 75. فاللي هو الاسعار معانا من اول 20 جنيه، فهو الاسعار معانا من اول 45 جنيه لحد 200 جنيه. تمام. فالاسعار حلوة يعني. وجبت ديت كانت ايه عاملة 60 جنيه. دي كان عاملة ايه 60 جنيه. والطبقين دول الطبق كان ب65. فهي دي يا بنات الاسعار. فالمكان يا بنات كان في درب سعادة، المحل اسمه الشافعي. الأدوات المنزلية في كل حاجة تتخيلوها، من رفايع بقى وصواني وأطباق زي كده بورسلين وطواجن وحاجات بقى بتدخل ايه الفرن. فأنا كده ايه جمعت طبقين، وانا اللي اخترت ايه الاشكال وكده. عملت طقم ايه يعتبر مستطيل، وطقم بيضاوي مدور فبالبولات بتاعته. وهنا برضو بالاطباق بقى ايه بكل احجامها. ينفع رز، ينفع مثلا ايه حاجات تقدم فيه مثلا جلاش، مكرونات، محاشي، سلطات. وهنا البيضاوي برضو نفس الكلام. والبولات ينفع نحط فيها شوربة، لسان عصفور، ملوخية، صوصات، سلطات. فالمتاح عندك يعني هيقضوا الغرض. بعد كده ايه جمعنا طقمين، والاطباق دي كلها سعرها معايا عمل 1610. آه يعني اقل من 2000 جنيه. وعملنا طقمين معانا. وكمان اللي هو بقى ايه اطباق فنادق، تقديم فنادق، اللي هو مش جايبه اي حاجه، لا ده بورسلين وزي اطباق الفنادق بالظبط. وحاجات هتشرفك وترفع راسك كده في اي عزومه. يعني جمال جدا جدا. وكمان طبعا انا كنت جايبه صينيه في جهازي اتكسرت للاسف من ولادي وكده، فقلت اجيب صينيه تانية. بصوا جبت بقى اكبر مقاس، يعني انا كنت جايباها كان ايه تقضي 4 افراد، صينيه 10 ملامين 4 افراد. فجبت الاكبر بقى خالص، اكبر مقاس فيهم. كان ب360 جنيه، واللي هي 4 افراد ب300 جنيه يا بنات. عاوزه اقول لكم بقى ان يعني الصواني دي حلوه حلوه، وفعلا استخدمتها تقضي الغرض وكل حاجه، وبتشيل اطباق كتير. و... ولو حد جالك برضو بتاخد عدد اطباق كويسه جدا جدا. آه... عاوزه بقى ان انا ايه اجيب مقاس اصغر عشان يكون مثلا لينا، وديت لو حد جه عندي. او اجيب صينيه مدوره استانلس، بحيث برضو دوت يبقى ايه استخدام ان احنا ايه يبقى فيه تنويع وكده. بصوا ودي بقى كل الحاجات يا بنات ان انا بقى ايه نزلت وجبتها. بصوا حاجات بتبان قدامكم بسيطة، ولكن بجد ملت بيتي وشرفتني في اي عزومة. واي حد يجيلي يكون عندي حاجات يعني مش هقول مش موجودة عند اي حد. كلنا طبعا بيوتنا مليانة حاجات جميلة ومختلفين عن بعض، وكل واحد ليه ذوقه وليه اختياراته. بس الحمد لله اللي هو انت ايه جبتي حاجة كويسة. شايفة ان هي مثلا حاجة جميلة جدا جدا، سواء بقى هي عند غيرك ولا مش عندك، انت جبتي اللي ايه اللي انت محتاجاه، واللي ايه مثلا يبسطك واللي هو راضيكي. جبتي حاجة باختياراتك وحاجة عجباكي، فاهميني. فالاطباق المناميل كان عاملة 915. وجبت الاطباق البلاستيك والحاجات دي كلها بالمصافي، بالمصافي بس والاسبونشات كان بكام 150. وجبت دول يا بنات، دول بتوع المقشات وكده. لو مقشة عندك عصايتها اتكسرت فبتركبيها وتشغلي بالمقشة عادي. الواحدة كان ب5 جنيه، فجبت الاتنين ب10. ودي كده الحاجات اللي انا جبتها كلها. اتمنى بقى لو انت عروسه بتجهزي او ست بيت بالفعل، وعندك ايه يعني متجوزه عندك بيتك كده وانت واحده خبره بقى خلاص، يعني ما شاء الله عليكي بقى لك بقى ايه 5 10 15 20 او اكتر من كده متجوزه وعاوزه تجددي. اتمنى كده ان كنت اديتك ايه نبذه عن الحاجات اللي انا جبتها. وخدي ايه فكره واشتري بكره زي ما بيقولوا. واديكي عرفت الاسعار وبالاماكن بكل حاجه بقى ايه يعني نازله جديد. فيا رب كده الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. ولو انت لسه حتى عروسه جديده متجوزه وعاوزه تجددي وتجيبي حاجه عجباكي، عادي مفيش مشكله، هاتي برضو والله يا بنات مفيش حاجه بتخسر. يعني انا للاسف الشديد للاسف الشديد انا كان تفكيري ودماغي قبل الجواز حاجة، وبعد بقيت حاجة تانية خالص. بجد يعني احنا بره
الحاجة بنكون ما عندناش خبرة ولا خلفية ولا فاهمين أي حاجة في أي حاجة، وعايشين في مَيّة البطيخ زي ما بيقولوا. ليه؟ لإن أمهاتنا شايلة كل المسؤولية، إحنا حتى لو بنساعدها إحنا برضه ما نعرفش أي حاجة في البيت خالص يعني. فهُم ربنا يديهم الصحة وطولة العمر، لإن هُم كانوا شايلين عننا كتير. فلمّا بتيجي تتجوزي بتلاقي نفسِك إيه، اتدبستِ بقى، دخلتِ في المعمعة وشُفتِ حياة عمرِك ما كنتِ تتخيلي كده في حياتِك. بس الحمد لله على نعمة البيت والأسرة والدفا، وإن أنتِ تكوني سِت البيت وملكة البيت كده، وإن أنتِ بتحكمي وتشتري وتجيبي وأنتِ اللي تعملي بإيدِك. دي على فكرة نعمة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا. الحمد لله ربنا يا رب يديمها علينا نعمة، ويعني ما يضر أي حد فينا أبدًا يا رب، وكلنا نفضل في بيوتنا معمّرين فيها ومعشّشين عليها كده. وبصوا هنا بقى يا بنات، الناس ايه خيبتها الحد والسبت، وانا ايه خيبتي ما ردتش على حد. برضو يعني حتى الجردل بتاع المسيح والشرشوبة جبت اغلى حاجة في جهازي ساعة ما كنت بجيب، وقلت بقى اجيب الدوار واجيب اللي بعجل واجيب مش عارفة ايه، وحتى اجيب المساحة اللي هي السفنجة ما اجيبش المساحة العادية، المقشطة اجيب الاستانلس ما اجيبش العادية. يعني كنت بص بختار اغلى حاجة واحسن حاجة، والحاجة اللي هي مش متداولة الشعبية، كنت بجيب الحاجات الترندي قوي قوي قوي. فلقيت بقى الحاجات دي مع الوقت مش عملية زي فعلا الحاجات الشعبية بنات. فلقيت بقى مع الوقت الجردل الدوار خلاص مبقاش يشتغل، واتركنت على كده للأسف. فرجعت بقى للاختيار الايه الشعبي، فجبت الجردل بشرشوبة عادية لان التانية خلاص عطلت على كده. فجبت عارفين انا كنت جايباه يعني بعد ما اتجوزت كده ايه بحوالي كام شهر، او إيه تقريبا سنة مش فاكرة. عارفين كان عامل كام؟ كان عامل 60 جنيه. دلوقتي يعني غلي بس مش كتير، يعني بقى مثلا في ناس بتبيعه ب75، في ناس بتبيعه مثلا ب90، وهكذا. وجبت برضو الشرشوبة بتاعته، كانت عاملة 8 جنيه أو 10 جنيه، دلوقتي بقت ب25، وانت طالعة بقى يعني. يعني بيقضي الغرض وحلو. لكن بعد استخدامي لده وللأولاني الغالي، وكنت جايباه من 5 سنين يا بنات ب300 وحاجة، يعني جايبة أغلى حاجة وأكبر حاجة. بعد بقى استخدامي للرخيص وللغالي، عاوزة اقول لكم ان مفيش احسن من بتاع ده الشرشوبة اللي طالعة جديد دلوقتي اللي هي الموب. آه واللي هي بص بتحطيها كده وتقوم عصرة نفسها بنفسها وتمسحي بيها، وتبقى حلوة بقى ايه للحيطان، وحلوة بقى للسيراميك وبتاع المطبخ وللأرضيات، وتدخل أضيق المساحات وأصغر المساحات. فدي بجد أحسن حاجة. وكنت جايبة اللي هو بقول لكم الشرشوبة بتاعتها. فلا، ولا دي ولا دي تنفع مثلا ايه لو عندك بقى سلم عاوزة تنضفيه كده للبهدلة. لكن الشقة بقى يعني الموب بجد دي اللي انا عاوزة اجيبها الايام الجاية، وان شاء الله هجيبها، ونخلي دي ايه للسلم وكده. وجبت برضو شوية حاجات تانية هقول لكم عليها وهتشوفوها معايا بالاسعار برضو. فالواحد ما بيتعلمش ببلاش، واحنا مش هنفضل ايه على نفس الحاجة اللي احنا بنستخدمها. عاوزة اقول لكم بقى انا كمان كنت جايبة ايه المساحة اللي هي السفنج، اللي هي بتعصر ديت بتلم المية وانت تعصريها بالحديدة بتاعتها. وعاوزة اقول لكم يعني مش عملية، لو السفنج باظ خلاص كده ملهاش اي 30 لازمة. فجبت بقى المساحة العادية، وكنت جايباها ساعتها مش عارفة كنت جايباها ب40 ولا ب60 جنيه مش فاكرة. وديت بقى لسه عايشة معايا لحد دلوقتي، متخيلين؟ يعني بقالها 4 سنين موجودة معايا يعني. والتانية باظت من أول سنة ما شاء الله يعني، وكنت جايباها ب60 جنيه، يعني أغلى من الشعبية بكتير. والغالية باظت والرخيصة عايشت يعني مش عارفة ازاي. بس فعلا الحاجات اللي احنا بقى بنستخدمها على طول زي المقشة المساحات يا بنات، ان احنا نجيب الحاجات العادية لان كده كده هتبوظ، احنا بنستخدمها شبه استخدام يومي. فاللي هو انت عاوزة حاجة بقى ايه ايدك فيها على طول، فاللي هو هاتي حاجة رخيص لان كده كده ممكن تبوظ منك فهتغيرها تاني. ما تجيبيش حاجة غالية لان الغالي لو باظ مش تعرفي ان انت كلها قطع غيار تتغير، او تجيبي ليها بديل تصلح وكده، فبتصرفي فلوس على الفاضي. فالحمد لله بقى على كل حال مفيش حد بيتعلم ببلاش. ودي كان اسمها مساحة الشبح، وفعلا شبح يعني، هي قعدت لحد دلوقتي الحمد لله اللهم بارك يعني. ف يلا الغالي منه فيه بس مش في كل حاجة فعلا يعني.
يعني وأنا باجهّز ما كنتش برضه أسمع كلام حد خالص، يعني كانوا بيقولوا لي: "يا بنتي هاتي كذا وكذا." لأ، أنا هاجيب كذا، "يا بنتي اسمعي كلامنا." لأ، أنا كان في دماغي حاجات معيّنة عاوزة أجيب بقى الترندات والأشكال وباحب اللي هو إيه، يعني مش الفشخرة، اللي هو باحب أجيب أحسن حاجة فاهمين؟ ودي كان جاي معاها عَجَل كده زي ما أنتم شايفين، ف قُلت بقى إن أنا أركّبه معاكم وركّبتها، ودلوقتي في الآخر جِبت جردل تاني، لأن اللي متابعني عارف إن أنا مُدرّسة وكده وليّا مكاني، فكنت جايبة بقى إيه جردل زي دوّة للمكان عندي، جيت ربنا ما أرادش إن أنا أكمّل في مكاني واتقفل، فكده بقى عندي جردلين. طبعًا مش هاحط جردلين في الشقة، فخلاص يعني قُلت اديته لمامتي، اديت ده لمامتي وأنا استخدمت التاني. وبعد كده برضه مع الوقت لجأت إيه للأولاني، وبقيت أستخدم برضه الشرشوبة بتاعة ده، وبقت تعصر عادي. يعني ما فيش حاجة مستحيل يا بنات، يعني نقدر نتصرف برضه، وأدت الغرض وكانت بتنضف على فكرة وحلوة أوي، أوي يعني، أحسن من التانية. مع إن التانية كان إيه مريحة في إيه، في إن هي بس بتعصر يعني ما بتتعبش، وكان بتلف إحساس حلو أوي إن الحاجة إيه تبقى يعني أوتوماتيك كده معاكِ. بس إن شاء الله مع الوقت بقى إيه هنجيب حاجات أعلى وأعلى. وكان نفسي اجيب كده ايه مساحة طالعة ترند الايام ديت، ببص عليها يا بنات لقيتها بكام، ب12,500. طبعا مش هنروح نجيب مساحة ب12,000 الا ايه اما ربنا بقى ان شاء الله كده يفتحها علينا من وسع، ونكون معانا فلوس لا تعد ولا تحصى ومش عارفين نوديها فين، فنغيرها في اي حاجة مفيدة ان شاء الله. يبقى ساعتها نجيب المساحة واعمل لكم عنها ريفيو تستفادوا. المساحة دي حلوة صراحة عجبتني. بتغسل بقى المراتب، وبتغسل السجاد، وبتغسل الانتريهات والستاير، وبقى ايه يعني اهم حاجة في الموضوع المراتب، عشان الاطفال ما شاء الله يعني بيسيبوا لنا بصمات للذكرى الخالدة اللي يعني بتفضل راسخة، ما بتتأثرش بأي شيء، ومهما عملنا ما بتروحش وتفضل معانا مأنسانا، وانتوا طبعا فاهميني مش هوضح لكم اكتر من كده. فربنا يعين كل ام ويعيننا والله العظيم، لان التربية مش بالسهل يا جماعة، ولا الولاد بالساهل. فالحمد لله على كل حال، وربنا يا رب يرزق كل مشتاق، ويعين كل ام معاها اطفال، ويهدي كل الاطفال القادر يا كريم، يهدي كده احباب الله، ويعيننا على تربيتهم، ويرزقنا كده يعني طولة البال، ويرزق ولادنا الهداية، اللهم امين بحاجة النبي في الايام المفترجة دي. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا ربي يعود عليكم الايام بخير كمان، ويجعله كده رمضان مبارك عليكم، مختلف عن اي سنة عدت يا رب بحق النبي. ولو انت لسه مكمله الفيديو معايا لحد دلوقتي ما تنسيش كده الكومنت الحلو اللي زيك، واللايك والاشتراك في القناة، علشان كل حاجة انا بنزلها توصل لكم اول باول، وتستفادي من الفيديوهات على طول يا امرايا. هنا بقى كنت عمالة اجربها بقى واحركها يمين وشمال، يعني جربتها، وبصوا هي بتتك كده يعني، وبتركب على طول ما بتاخدش وقت. هنا بقى ايه بصوا الفيديو ده على فكرة قديم، متصور بقاله كذا سنة، كنت لسه بخير يا بنات، يا قبل الهم بقى والسهر والولاد، وكنت لسه بخيري. يا على الايام فعلا، مفيش حاجة بتفضل على حالها. زي ايه على رأي الشاعر لما بيقول ايه، الجمال في الجسم زايل انت شفته دم لمين، والجمال في الروح بيفضل مهما بتعدي السنين. بصوا انا مش فاكراه قوي، بس اللي هو ايه ان الجمال في الشكل مش بيدوم، لكن الجمال في الروح بيفضل مهما بتعدي السنين. فعلا اهم حاجة يعني جمال الروح والله مش بيتقدر بمال. الانسان ما هو الا روح على فكرة، يعني احنا اشكالنا ديت مجرد يعني بدلة او فستان احنا لابسينه على الروح مش اكتر، عشان نقدر نعيش في الدنيا اللي احنا فيها دي. لكن الانسان هو اساسه الروح، فمفيش يعني أجمل ولا أرق ولا أحلى من الأرواح. يعني أهم حاجة إن الروح تكون جميلة مش الشكل. ياما ناس حلوة أوي 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 في الشكل، لكن طبعها وروحها بيكون سيء للغاية، بيكونوا حتى في التعامل متعبين، بيكونوا مثلا وجودهم في حياة أي حد مؤذيين، بيضروا أي شيء يعني، بيفسدوا أي شيء كده. وممكن يعني حد يكون شكله وحش جدا جدا جدا، وشكله مش مقبول، لكن شكله مش مقبول، لكن
روحه حلوة قوي قوي قوي، يروح اي مكان يرسم البهجة والسرور والفرحة. وبصوا ناس تبقى حابة وجودهم، عكس ناس تانية، فمش بالشكل. وهنا بقى كنت بوريكم حاجات تانية انا كنت جايباها، والفيديو ده انا عملته معاكم قبل كده. جبت بقى الكوباية دي بتاعة الشاي، جبت التلاتة كانوا ب25، جبتهم من حلوان يا بنات. آه دي مجات كده يعني. كنت رايحة عند بابا وماما، وانا معدية قلت اجيبهم بالمرة يعني. فجبت التلاتة كده ب25. وما شاء الله يعني حلوين، شكلهم برضو حلو في الاستخدام، وكوباية صغيرة يعني على قد اللي يشرب، ما تكونش كتير وكده. بصوا شكلها حلو، مع ان وانا بشتريها ما كانش عاجباني خالص، بس بعد ما غسلتها واستخدمتها حسيت يعني مش الحال، يلا هنشرب فيك وخلاص. وجبت برضو التلاتة دول، برضو ما كانوش عاجبني، بس ما كانش فيه غير دول قدامي، وانا مضطرية ان انا اشتريهم لان ما عنديش كوبايات. فجبتهم برضو التلاتة دول ب25. والحمد لله كده بقى عندي ازاز واطباق، وعندي حاجات كتير، حاسه بفرحه جميله يعني. وجبت طقم التلاجة ده، كان التلاتة ب20. فطبعا زي ما فرحت نفسي قلت افرح اخواتي، واديت واديت الطقم دوت لاختي وكده هديه. وجبت طقم تاني برضو تلاجة 2 ب20. بصوا حلوين برضو، وكان خامتهم كويسة. وقلت اديهم لمامتي، يعني فرحت الطرفين، دول لماما والتانيين لاختي، هما حاجة بسيطة. بس الهدية مش بتمنها، يعني الهدية بتقديرها للشخص وخلاص. وان شاء الله ربنا يكرم ويكون معايا فلوس، وانا ناوية ان انا اجيب لهم حاجات احسن من كده والله. وبتمنى ان الواحد يعني ايده تكون طايلة، وان انا افرح كل اللي حواليا، وان انا يعني اهدي كل اللي حواليا. مش شرط يا بنات ان احنا ندي اللي قدامنا عشان ناخد. انت بتدي اللي قدامك علشان يعني انت حابة تفرحي اللي قدامك، حابة مثلا ان انت يعني تاخدي ثواب من ربنا. انتوا عارفين دايما في آية كده في القرآن، دايما حطاها كده قدام عيني، اللي هو بصوا: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني لما انت تدي حد حاجة، حط ربنا قدامك، ان انت بتعملي كده عشان خاطر ابتغاء وجه ربنا فقط لا غير، هتعملي كده. وبصي مش تتعبي ولا تحزني ان انت بتعملي واللي قدامك مش بيقدر، قدر ما قدرش انت بتعملي لله. وجبت التلات بلوت اللي انتوا شايفينهم كانوا اصغر برضو ب20. دول بقى قلت خليهم ليا احط فيهم جبن. وجبت البخاخة دي، ينفع في معطر، ينفع مثلا تحط فيها ميه، وهي يعني خليتها لزوجي بقى بيكوي بيها ويستخدمها للهدوم وكده. وجبت الاتنين دول بتاع الكاتشب والمايونيز برضو ب20، حلوين صراحة. بس حاسه ان هي جامده شويه، انا كان نفسي اجيب واحده تكون طريه وتنزل الصوصات بسرعه، بس هي مقضيه الغرض وشكلها كويس يا بنات. وجبت المضرب دوت، كان المضرب ده ب20. وبيكبر ويصغر، فاللي هو برضو حاجه كويسه يعني، حاسه متين. وجبت الولاعه دي، كان ب20 برضو. وجبت التلات ملاحات دول التلاتة ب20. انا اللي اخترت الوانهم عادي، بيبقى في مثلا الوان معينة، لو انت مش عاجبك ممكن تبدلي بينها وبين كيس تاني. وجبت كمان يا بنات طبق التسالي ده، عاوزه اقول لكم ان كان نفسي فيه جدا جدا جدا، وانا بجهز الجهاز بتاعي، بس ما كنتش لاقيه خالص. ولما لقيته على طول اشتريته، وبحب برضو اللون البينك ده جدا. فجبته وكان ب20 برضو. ومع ان عندي طبق تسالي على شكل وردة، بس قلت مش مشكلة، نجيب ده وده وننوع كده في الاستخدام. وبرضو ما نسيتش نفسي وقلت يلا نشيص النفسية، فجبت التوك دي لبنوتي، كان العلبة دي ب15. وجبت المونيكير ده، اول واحدة ب10، وبعدين 15، وبعدين 25. وجبت المراية دي ب10، لكن ما عجبتنيش، حاسة ان هي مش بيضة كده، مش حلوة. جبتها وخلاص للأسف. وجبت الحلقان دي ب15، كل ده كان ب15 جنيه، متخيلين؟ بس للأسف برضو مش حلو، بيوجعوا لي وداني، فجبتهم على الفاضي. وجبت الفازلين ده يا بنات حلو قوي ب10 جنيه للشفايف والخدود. وجبت السلسلة التلاتة في واحد دول، كان ب20 جنيه او ب25، مش فاكرة والله كان بكام تقريبا، يعني اما ب20 او 25 حاجة زي كده. وكان في برضو سلاسل ب10 و15 و20 على حسب.
فيعني شيصنا نفسية، بس برضه مش حلوة قوي الحاجات دي، عشان بتعلم في الرقبة وكده، وبتعمل زرقان. وهنا بقى قلت ايه، بصوا ما بدهاش، يلا بينا بقى ايه نروق على التلاجة بتاعتنا، ونجيب لها شوية منظمات كده ونشيصها، ونخليها تفتح النفس المقفولة. وبرضو ايه مش التلاجة يعني، انا المنظمات ديت ايه قلت يلا نجيبها كمان للمطبخ، ونظبط المطبخ ويبقى حلو كده. انا عاوزه اقول لكم ان انا قبل الجواز ما كنتش اعرف الحاجات دي خالص خالص خالص، ولا كان ليا في البيت ولا الكلام ده كله. كنت بس بحب الترويق والتنظيم، لكن ما كنتش متداخله قوي. فده بقى ايه السبب اللي خلاني ما جبتش حاجات كتير قوي في الجاز، عشان ما عنديش خبرة ولا خلفية. وبرضو كان اي حد يقول لي هاتي هاتي، ما كانش بيعجبني ايه اذواق غيري، فعشان كده كنت يعني دماغي ناشفة في الموضوع اللي زي كده. لكن بعد الجواز بقى، وان انا بقيت اتفرج على اليوتيوب واشوف البنات ومش عارفة ايه، فاتدردحت وبقى عندي خبرة يا بنات، ايه رأيكم؟ فجبت بقى المنظمات دي. قلت بدل ما انا احط ايه الرز والحاجات دي في اكياس، واحط في التربو وتسوس معايا مثلا، وما اعرفش ايه عندي وايه مش عندي والكلام ده كله واتوه، لا انا اجيب بقى المنظمات ديت، ونخلي كده مطبخنا شكله حلو. وعملت فعلا ضلفة عندي في المطبخ، وخليت فيها البقوليات دي كلها، رز بقى، دقيق، لسان عصفور، بصوا فول، كل انواع المكرونات، شعرية. بصوا خليتها كل حاجة تخطر على بالكم في النشويات والبقوليات، انا جبت لها ايه منظمات كبير بقى ايه وصغير. فالمقاس الكبير انا كنت جايباه تقريبا ب 12 ونص، والمقاس الصغير كنت جايباه ب10 جنيه. فده من كام سنة يعني، من 5 سنين كده. دلوقتي طبعا لسه شايفة اعلان الخمسة ب 300 جنيه، تخيلوا. فالدنيا زادت خالص يعني. وبرضو ان شاء الله في الفيديوهات الجاية في تنظيم المطبخ وكده، هتشوفوا بقى ايه المنظمات اللي انا كنت جايباها دي، وهتشوفوني بقى ايه استخدمتها ازاي، ونفيد بعض كمان وكمان. فكنت جايبة بقى ايه يعني منظمات كبيرة ومنظمات صغيرة، وعملت بقى حسابي لكل حاجة. الكبير خليته للدقيق والرز، المكرونات مثلا اللي انا بستخدمها باستمرار زي التحمير، القلم وكده. والمنظمات الصغيرة خليتها بقى للشعرية، لسان عصفور، العدس، الفول، الشعرية اللي هي مثلا الصغيرة كده. المكرونات اللي مش بستخدمها باستمرار ممكن برضو خليت منظم صغير للنشا. فبصوا انا جبت كده كل المنظمات بقى اللي تخطر على بالكم للبقوليات والنشويات، وخليت كل حاجة عندي ليها منظمة، مش حاجة موجودة كده وخلاص. فجبت كمية محترمة يعني. وده كان ايام الرخص يعني، جايباه بقالي كتير. وجبت كمان بقى يعني المنظم ده، هو مثلا زي بوكس كده وليه يد دوت، ينفع اصلا للتلاجة، دي منظمات تلاجة بنات. ينفع انك تحطي ايه في التلاجة، تحطي فيه خضار، او تحطيه مثلا ايه تحت الحوض، يبقى منظم برضو للمنظفات. تحطيه مثلا في المطبخ، يبقى منظف للصوصات، منظف لازاز الزيت، اي منظم لازاز الزيت، لازاز عندك لاي حاجة. وجبت الاتنين السيليكون دول، ده حامل مثلا لو انت ايه حاطه حاجة سخنة على الرخامة. تحطي مثلا ايه، عارفين انتوا الاطباق البايركس وكده، لو انت مطلعاها في الفرن وعايزه تحطها على حاجه، عشان ما تفرقعش من الرخامه وكده، اما تكون سخنه على ساقع او في ميه هتفرقع طبعا. فدي ايه بتحمي. فانا بعد ما جبتهم للاسف رجعتهم تاني، مع انهم كانوا عاجبني قوي، بس ما اعرفش انا ندمت ما رجعتهم صراحه. كانوا حلوين، وكانوا الاتنين دول ب10، فانا غباء ان انا رجعتهم. بس عادي ممكن ابقى اجيب ايه زيهم تاني. بصوا كانوا حلوين قوي يعني. ينفع لو انت جايبه كوبايه شاي سخنه، جاي حاطه عاوز تحطي حله، عاوز تحطي مثلا طاجن كده يعني. فجبت بصوا 5 كبار. وطبعا كنت جايبه تاني، كل مره كنت بجيب شويه، كل ما يكون معايا فلوس كنت انزل اجيب شويه. فجبت 5 كده ايه كبار زي ما انتم شايفين. وبرضه بنسق الالوان ان الكبير يكون منه صغير. فجبت ال5 كده زي ما انتم شايفين، وهنشوف برضو ايه الصغير اللي انا جبتهم نفس الالوان برضو، عشان بحيث ايه ده يكون مثلا ايه معاه حاجة شبهه برضو ايه في الالوان. بس وكده ابقى انا ايه نظمت المطبخ بتاعي، وما خليتش ايه المطبخ يكون متبهدل خالص وعملت.
بس ويا ريت بقى يا بنات انتوا كمان تهتموا بالمنظمات والحاجات اللي زي كده، لان بجد بتفرق قوي في الترتيب والتنظيم وشكلك كده ايه قدام اي حد. وكمان انت حتى راحتك النفسيه ما تدخلي المطبخ، وبيخليكي تعرفي ايه عندك وايه مش عندك وايه اللي ناقصك وكده، بدل ما الحاجه تبوظ على الفاضي. وجبت بقى ايه كمان من العتبة الرول دوت بتاع المفارش. كان في ايام الرخصة كنت جايباه طبعا كويس وخامة كويسة ب250 جنيه. فده تقريبا مش فاكرة كان كام متر، 20 متر ولا ايه مش فاكرة والله بالظبط وكان كام متر. لكن كان ب250 جنيه، ده اللي انا فاكراه. ودوت كف معايا. عملت ليه قطعت ليه للنيش، انا قلبته مكتبة ومليته كتب وكده. قطعت ليه للنيش لان انا قلبته مكتبة، فقطعت على قده. وحطيت منه في اوضة النوم، في دولاب اوضة النوم يعني، وكمان دولاب الاطفال. فكفى معايا كل ده. فما شاء الله عليه يعني، وكان برضو خامة كويسة، مش بيتقطع يا بنات، مش بيتقطع بسهولة. بس لو انت عندك بقى ولد ما شاء الله مؤدب بزيادة وشقي حبتين، فهيتقطع ومش هيعيش معاكي. فده اي حاجة اي حاجة في الدنيا احنا نجيبها عاوزة اللي يحافظ عليها بجد. الحاجة تهتم بيها وتحافظ عليها هتعيش معانا، مش هنهتم بيها للأسف هتتهدر وهتبوظ ومش هنتهنى بحاجة يعني. فبصوا خامته، وكان تقيل قوي قوي يعني، مش فاكرة كان كام متر بالظبط، انا نسيت عشان انا جايباه بقالي فترة كبيرة. لكن عمل معايا كمية كويسة يعني، هيفرش معاكي كمية كويسة جدا. هيفرش بقى معاكي، فهيفرش معاكي بصوا حاجة، فهيفرش معاكي حاجات كتير قوي. زي دولاب اوضه النوم ودولاب اوضه الاطفال، وكمان لو عندك مكتبه او نيش او مطبخ فمش تحتاجي تجيبي تاني، هاتي دي وخلاص. وجبت بقى ايه دستين المشابك دول، الدست كان ب10 جنيه. وجبت يا بنات برضو المفارش دي، قلت للنيش بس انا قلبته مكتبه. جبت الواحده كانت ب35 جنيه، فجبت الاتنين على 60، بدل 70 وكده. اي نعم هي مش حلوة قوي زي اللي انا كنت جايباهم في جهازي، بس هي قضت الغرض ما قالتش لا، ومديها شكل وخلاص. لحد ان شاء الله مع الوقت ان احنا هنجدد ونخلي بقى حاجاتنا كده ايه كويسة وترندي وجميلة. فاتمنى ان انتوا تتابعوني علشان تستفادوا مني وصل لكم كل جديد، ودعمكم هيخلوني اتشجع واعمل لكم افكار حلوة تفيدكم كمان وكمان. وعاوزه اقول لكم بقى يا بنات ان انا قبل الزواج يعني زوجي كان جايب النيش ده، وانا بصوا يعني خربت الدنيا كده وقعدت اعمل بقى مشاكل اصريت ان لا ما فيش نيش، وجبت فعلا حاجات النيش مامتي جابتها لي ورجعتها وخسرت فيها عشان الراجل يرضى ياخدها بعد ما كنا جايبين كل حاجات النيش وكل الازاز. وللاسف الشديد يعني وقلت له لازم تفك وكده، وانا مش عاوزه نيش خالص ومش هجيب حاجته ومش عاوزاه، ده حاجه بقى ايه مش مهمه وبياخد مكان على الفاضي واصلا مش هنستخدمه والكلام ده كله. عاوزه اقول لكم ان انا بعد الزواج يعني بفتره بسيطه، اما بقى ابتديت ان انا ايه اخد خبره في الحياه واشوف ايه اللي بيتجاب وايه اللي مش بيتجاب، وايه اللي احنا بنستخدمه في بيتنا وايه اللي مش بنستخدمه والكلام ده كله. ندمت خالص 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 على على النيش ده، وقلت ايه يا ريتني فعلا كنت جبت نيش، لان ايه اوقات يعني هيجيلك بقى خلاص ضيوف، وهيجيلك ناس، وهيجيلك عزومات، وهيجيلك مناسبات، وهتبقي انت عاوزة ايه تقدمي بقى في حاجات مختلفة وتشرفي نفسك ايه يعني قدام اي حد. لكن للاسف الشديد هتلاقي بقى ان انت ايه مع الوقت والاستخدام والاطفال وبيكسروا كل حاجه كده، مش هيبقى عندك حاجه تقدمي فيها، او ان الشقه مش هيبقى شكلها ايه حلو يعني. برضو ايه النيش على قد ما هو بياخد حاجات انت بتستخدميها ومفيده، على قد برضو ما بيعمل ايه يروح في المكان ويخلي الريسبشن عندك ايه، وبيخلي الريسبشن عندك شكله جميل وكده ومشرف، وبيظهر الحاجه اللي انت جايباها وبيظهر ذوقك وبيظهر امكانياتك، وبجد بيكون مفيد. فانا ان شاء الله يعني دي الخطة الجاية، ناوية انه يكون عندي نيش وان انا اجيب حاجته، وان شاء الله اجيب حاجته معاكم وهنعمله سوا وهنستفاد الفيديوهات الجاية. اتمنى بس دعمكم عشان يوصل لكم كل جديد وتدوني باور كده عشان اقدر افيدكم كمان وكمان. وعلى رأي المثل بقى يا بنات اللي هو ايه اسأل مجرب وما تسألش طبيب. عاوزة اقول لكل عروسة بتجهز يعني يا ريت كده مامتك اما تقول لك هاتي حاجة يا بنتي ده حلو ومفيد وجميل وهتستخدميه واحسن من اي حاجة، وانت مغمضة عينيكي قولي حاضر يا مامي، ما تجادليش وبصي ما تصريش على الحاجة.
فما تجادليش وما تصريش على الحاجة. فبجد مامتِك عارفة أكتر منِّك لإن ليها خبرة بقى لها 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة. أو حتى صاحبتِك قالت لِك أختِك الكبيرة اللي متجوزة قبلِك، بنت خالتِك، بنت عمتِك، الكلام ده كله. فيا ريت إن أنتِ تسمعي كلامهم وأنتِ مغمضة عينيكِ، لإن هُم أدرى. فما تقوليش لأ مش هاجيب دوّة وده مش مهم ومش هاستخدم ده ومش باحب ده. أنتِ منين تعرفي إن أنتِ بتحبي والّا ما بتحبيش وأنتِ ما استخدمتيش الحاجة أصلًا؟ فإحنا حياتنا قبل غير حياتنا بعد يا جماعة. يعني أنتِ حياتِك مع مامتِك كان ربنا يدّي يا رب الصحة ويبارك في أمهاتنا وأمهاتكم، كانوا هُم مدلعيننا وشايلين المسؤولية كاملة. فحتى لو كنتِ مثلًا بتتطوعي وتروّقي كده أوضتِك، والّا تغسلي مثلًا هدومِك، والّا إن أنتِ تنشري مع مامتِك، أو تغسلي لِك طبقين كده وتساعديها، والّا تحطي الأكل معاها وكده، أنتِ ما عملتيش أي حاجة أصلًا خالص حرفيًا. لإن الحياة الزوجية شيء وحياتِك في بيت باباكِ ومامتِك حاجة تانية خالص. ده حمادة وده حمادة تانية يا جماعة، يعني ما فيش بُصّوا مقارنة، فرق 180 درجة. فاسمعي الكلام وأنتِ ساكتة، علشان ما تندميش على أي حاجة بعدين. أنا عاوزة أقول لكم من ضمن الحاجات اللي ندمت عليها اللي هو الألمونيا. يعني كان مامتي تقعد تقول لي: "يا بنتي هاتي طقم ألمونيا، يا ماما هاتي طقم ألمونيا، اسمعي كلامي." وأنا أقول لها أبدًا يا ماما أنا ما باحبش الألمونيا، مش باحب أعمل مواعين كتير، أنا عاوزة حاجات سهلة، عاوزة تيفال، عاوزة سيراميك، عاوزة حاجات ما اتعبش فيها. عاوزة أقول لكم بقى بعد استخدام 6 سنين الحاجات دي، الجرانيت والسيراميك، وحتى جبت الطواجن تيفال وسيراميك وجرانيت والكلام ده كله. عاوزة أقول لكم بقى إن بعد استخدام 6 سنين الحاجات دي ما لهاش أي 30 لازمة، والله العظيم. اللي بيعيش وحلو ومفيد جدًا، جدًا هو الألمونيوم، وحتى صحّي في الأكل وحلو، لإن الجرانيت والحاجات دي والسيراميك بتتقشّر مع الوقت، مع الغسيل وكده، و والاستخدام خلاص هي اتقشّرت وبقى شكلها مش حلو، شكلها مش مُشرِّف لو حد جالِك وبتقدّمي أكل وكده. لكن الألمونيوم مهما عدّى عليها الزمن بتفضل بلمعتها، بتفضل جديدة، بتفضل حلوة، كل ما أنتِ بتحافظي عليها وكل ما بتهتمي بتنضيفها. عكس السيراميك والجرانيت لو اتقشّر خلاص شكله بقى مش حلو خالص، مش مُريح، مش مُشرِّف، مش لطيف يا جماعة. فبلاش يعني والله بجد. إحنا بعد كده لو أنتِ بتجهّزي بلاش تجيبي جرانيت وسيراميك وتيفال والكلام ده، فهاتي على طول ألمونيوم، أو هاتي الطقم ال8، طقم الشاورما، هاتي مثلًا طقم السلس من نضيف كده. كل حاجة يا بنات في المطبخ بتنفع، بالذات الحلل والرفايع والحاجات دي كلها. يا ريت تهتموا بيها وانتوا بتجهزوا في البداية، علشان بعد كده كل حاجة فيما بعد انت بتحتاجيها في الاستخدام. المصافي دي عاوزة اقول لكم ان هي مفيدة جدا جدا، واستخدمتها يعني احتجت لها، فاهمين؟ مفيدة جدا جدا، واحتجت. لأ، مفيدة جدًا، جدًا، وحسيت إن أنا فعلًا محتاجاها. يعني مثلًا بابقى محتاجاها وأنا مثلًا عاوزة إن أنا أصفّي حلبة، أصفّي نعناع، أصفّي أي حاجة وما عنديش. كنت جايبة الطقم البلاستيك، البلاستيك يا جماعة مش عملي خالص، الستانلس دوّة بيبقى أحسن. وجبت القشورة دي برضه كويسة جدًا، جدًا. العريضة برضه مش عملية، فدي أحسن وبتكون حامية وحلوة. ففي حاجات بتبقى جميلة جدًا في الاستخدام، وبالذات الرفايع. هاتي اللي هي برضه الهراسة بتاع التوم، بتكون سريعة ومنجزة. لو أنتِ مثلًا عاوزة فصين وأنتِ بتعملي أكل وكده، أحسن ما تجيبي الهون وتقعدي تدقي. وبرضه عارفين برضه من ضمن الحاجات اللي أنا ما كنتش عاوزة أجيبها، هتضحكوا ضحك أنتم، الهون. يعني الهون برضه ما كنتش عاوزة أجيبه، لكن بعد كده احتجت له. أمّا تيجي مثلًا تعملي دقة ل بتنجان، لحاجة. بُصّوا، أنا عاوزة أقول لكم بقى والله مش بالحاجات دي كلها برضه. يعني أنتِ كل ما تحبي زوجِك وتحبي بيتِك وتحبي ولادِك وتحبي إن أنتِ تعملي حاجات، عارفين هتتفنّني كده، هتبقي فنانة وهتبقي شطورة أوي، أوي، ولهلوبة كده وما فيش منِّك اتنين، وهتعملي كل ما تشتهيه الأنفس. وعارفين بقى يا بنات الأهم من ده كله إن أنتم أصلًا أمّا تيجوا كده تقبلوا على الزواج وخلاص بقى قررتوا إن أنتم تدخلوا بقى وتعملوا مع بعض مشروع جواز، تمام؟ وتدخلوا الحياة ديّة. الأهم من ده كله والله بقى وإن أنتِ تشتري حاجات غالية وحاجات كتيرة، وهنجيب ونسوي ومش عارفة والكلام ده كله. الأهم ودي حاجة مهمة بتفوت ناس كتير، اللي هو الأساس، إن أنتم تخلّوا الأساس متين ونخلّيه إزاي متين؟ إن أول حاجة وده رقم 1 في الجواز ومشروع الجواز عشان حياتِك تنجح وتكمّلي كده وتعمّري، ما تجيش كده بحنتِك ولا تيجي لنا بعيّل تاني. بُصّوا بقى، إن أنتِ أول حاجة
مسكن الزوجية ده ولا يكون في بيت عيلة ولا يكون في بيت باباك ومامتك برضه، ولا تتجوزي عند أهله ولا تتجوزي عند أهلِك. يعني أمّا تيجوا أنتم الاتنين تقرروا إن أنتم خلاص هتعملوا مشروع جواز مع بعض، وخلاص قررتِ إن أنتِ تدخلي بقى كده إيه عِش الزوجية وتكمّلي نُص دينِك وكده وتستقري، وخلاص يعني قررتِ وهو خَد القرار وأنت برضه خدت القرار لو بتسمعوني. فأول حاجة تعملوها إن انتوا يكون ليكم مسكن خاص بيكم، بعيد عن أهلك وبعيد عن أهلها، ماشي، بعيد عن أهلك وبعيد عن أهله. ما تتجوزيش خالص في بيت عيلة مهما حصل، ولا تتجوزي عند باباكي ومامتك برضه مهما حصل. ليه بقى؟ تعالوا أقول لكم ليه. أول حاجة، مش هيكون ليكم أي نوع من الخصوصية خالص. يعني أنتِ اتجوزتِ مثلًا عند أهلِك، خلاص طول الوقت أهلِك عندِك، أخواتِك عندِك، أختِك مثلًا عندِك، أخوكِ عندِك، ولاده، مراته، الكلام ده كله، وهيبقى أنتِ طول الوقت مخترقة، ما عندكيش بُصّي بربع جنيه كده خصوصية، ما عندكيش أي نوع من الخصوصية. هيبقى أنتِ أصلًا في بيتهم ومعاهم، في أي وقت بقى صبح، ليل، بدري، متأخر، إحنا الفجر، إحنا 01:00 إحنا 02:00 إحنا 03:00 إحنا 05:00. فاللي هو إحنا عاوزينِك هننادي عليكِ حتى لو بتعملي إيه، نايمة بقى، صاحية، في التويليت، بتاخدي shower، بتعملي حاجة خاصة، بتعملي مثلًا حاجات وراكِ، زوجِك موجود جاي تعبان، جاي مش تعبان، عندِك واحدة صاحبتِك، عندِك قرايبِك، عندِك أهل زوجِك، عندِك مش عارفة إيه، ابنِك مسهّرِك طول الليل وأنتِ عاوزة تنامي، ما فيش الكلام ده كله. فأنتِ باباكِ ومامتِك واخواتِك عاوزينِك، فهينادوا عليكِ، هيخبطوا عليكِ، هيعملوا مش عارفة إيه، فما فيش راحة، ما فيش خصوصية، ما فيش أي حاجة خالص من دي. زائد إن أنتِ كل حاجة مباحة، وكل حاجة أنتِ كتاب مفتوح وأنتم كتاب مفتوح أصلًا، كل حاجة معروف، يعني طول الوقت هتحسي إن أنتِ عايشة إيه، في اسم كده، يعني كل حاجة س وجيم. رايحين فين، جايين منين، جبتوا إيه، وليه، وعلشان إيه، وبكام، وفين، وحاجات كتير جدًا. فأنتِ في غنى عن كل ده. هتيجي تجيبي حاجة لولادِك، ليه يا بنتي جايباها على قدّهم وصغير كده، ما كنتِ جبتِ يعني إيه، هُم مثلًا عندهم 3، 4 سنين، هاتي حاجة كده مقاس 10 سنين عشان تعيش معاهم، ومش كل شوية تقعدي تجيبي لبس. تيجي مثلًا الولد بيكح شوية، ما تروحي تكشفي. طب أنتِ مثلًا إيه ما كشفتيش واستحملتِ وجبتِ أي دوا والكلام ده كله، ليه يا بنتي ما كشفتيش عليه، أنتِ مهملة ومش عارفة إيه، روحي اكشفي عليه. طب لو رُحتِ كشفتِ من نفسِك، أنتِ ما وراكيش غير الدكاترة، بتصرفي فلوس على الفاضي. فهتلاقي طول الوقت ده ت تدخ فهتلاقي طول الوقت تدخلات، تدخلات، تدخلات. وفي حاجات يعني ضغوطات بقى ومأثّرين عليكِ، وبُصّي فارضين رأيهم والحاجات دي كلّها. زائد الأدهى والأمر إن ولادِك بيتأثّروا بالبيئة المحيطة حواليهم. أنتِ مثلًا ولاد اخواتِك غير تربيتِك أنتِ، مامتهم بتربّي بأسلوب وأنتِ هتربّي بأسلوب، مامتهم عاوزة ولادها كذا وأنتِ عاوزة ولادِك كذا. مش باقول إن دول بيكونوا أحسن من دول أو دول أقل من دول، مش قصدي كده خالص. أنا قصدي إن كل واحد فينا ليه طبع، أو كل واحد فينا عاوز ولاده بحاجة معيّنة، فكل واحد حُر. ربنا جعلنا شعوبًا وقبائل ليه؟ عشان نتعارف وعشان نكمّل بعض، صح والّا لأ؟ فاستحالة إن إحنا كلّنا نكون يا جماعة طبع واحد ولا ذوق واحد، كلّنا مختلفين. فبالتالي هتلاقي إيه، هُم يتأثّروا بالولاد اللي إيه، اللي جنبهم، والولادة تتأثّر مثلًا بيهم أو ممكن ما يتأثّروش. هيبقى أنتم طول الوقت أصلًا في حاجة متعارضة، أنتِ متضايقة واللي جنبِك متضايق. يعني أنتِ إيه، محسّساهم إن أنتِ مش راضية طول الوقت وإن في حاجة غلط، وهُم في نفس الوقت إيه، متضايقين إن أنتِ بتحكّمي وإن أنتِ مش عارفة إيه. فليه إحنا نضغط نفسنا ونتعب إيه نفسينا، ونعيش في ضغوط ونعيش في هموم ونعيش في حاجات من دي ونضايق نفسنا ونخلّي النفوس شايلة، ما ناخدها من قصرها من الأول ونستكِن كده ويبقى لينا مكان مستقل، وكل واحد من الإخوات يبقى ليه مكان يا جماعة. ونيجي كده نتجمّع يوم جمعة، نتجمّع في كل يوم حتى، لكن في النهاية إحنا لينا مكان مستقل. نيجي مثلًا إيه، عاوزين نعمل حاجة إحنا في شقتنا، عاوزين نروح مكان إحنا مع نفسينا، مش كل حاجة تبقى إيه، مباحة. تيجي حتى تجيبي حاجة حلوة لإيه، لابنِك والّا بنوتِك، طبعًا في ولاد كتير، فاللي هو أنتِ بتتحرجي بقى، أنتِ هتجيبي لابنِك والّا تجيبي للعيال التانية، ولو حتى جبتِ على قدِّك بتلاقي الولاد التانية شبطوا، فبتضطري إن تدّي الحاجة وولادِك ما ياكلوش. فالموضوع بيبقى بُصّوا مُتعب في كل الأحوال يعني.
عاوزة أقول لكم برضه إن نفس الكلام دوّة هتحسوه لو أنتم برضه متجوزين في بيت عيلة، يعني عند أهل زوجك وكده، سواء هنا والله أو هنا مش هتحسوا براحة خالص، خالص، خالص. فالأحسن يعني ابحثوا كده عن مكان من الأول بعيد عن الطرفين، علشان ما تزعلوش حد منكم، وما بيكونش في حساسية، وما يكونش في كده إيه يعني نفوس شايلة ولا أي حاجة من دي، لأن أنتِ أمّا بتتجوزي في بيت عيلة عند أهل زوجك بيبقى برضه أنتِ مش حاسة براحة. بتبقي أنتِ مش واخدة راحتِك، ما عندكيش خصوصية، بتبقى أنتِ لوحدِك غريبة وسط عيلة كاملة كبيرة، كلّهم اخوات بقى ببعض، وكلّهم قرايب، وكلّهم مش عارفة إيه، وأنتِ لوحدِك كده اللي إيه، اللي بطولِك وسطيهم. لو حصل أي موقف أو شدّيتوا مع بعض هياكلوكِ، يعني هيفرموكِ كده. أمّا لمّا تكوني أنتِ بعيد بتبقى في بقى إيه، احترام وتقدير، وبيبقى في غلاوة، وبيبقى في بُصّوا احترام بقى، ويبقى أنتِ غالية عليهم أوي، أوي، أوي. لمّا بتيجي تروحي لهم إيه زيارة بيبقى أنتِ مش شايلة على الراس، ومتشالة كده إيه يعني على الراس خالص بقى، يعني مش قادرة أقول لِك بُصّي بيتمنوا لِك الرضا ترضي، بيتعمل لِك بقى المشمّر والمحمّر، وتتقابلي أحسن مقابلة، وكلّه بقى إيه مهيأ المكان لاستقبالِك، واستقبال بقى ابنهم، وفرحانين جدًا، جدًا إن أنتِ جيتِ والولاد جُم وهو جه، وحتى لو جبتِ بُصّي حاجة بسيطة بيبقى بالنسبة لهم أنتِ جايبة حاجة كبيرة جدًا، جدًا. لو جيتِ من مشوار وعملتِ لهم حاجة، والّا شِلتِ معاهم أكل، والّا عملتِ معاهم طبخة، هيقعدوا بقى يمدحوا ويشكروا فيكِ من هنا للسنة الجاية، ده عملت وسوِّت وساعدتنا وما قعدتش و. عكس ما أنتِ تكوني معاهم في نفس المكان، لو إيدتِ صوابعِك ال10 كده شمع، مش بيفتكروا أي حاجة. لو نزلتِ كل يوم وجيتِ يوم تعبانة وما نزلتيش، كل اللي أنتِ عملتيه بيتنسي. غير بقى الخلافات وغير المشاكل، غير ان في الطلعة والنازلة رايحة فين جاية منين جبت ايه وليه وبكام وعلشان ايه، حد طالع لك رايح فين وانت مين وجاي ليه وعلشان ايه، ودول جم عندك ليه اصلا، والكلام ده كله. جبت حد مثلا يصلح لك حاجة للصيانة كله بيتدخل، ده جاي ليه وايه اللي بايظ وعلشان ايه وده بكام وجايباه ليه وجبتيه هتغيري الجد ليه. فكل حاجة ايه سين وجيم، كأنك انت مش عايشة حياة طبيعية، مش عايشة كأن انت مش عايشة حياة طبيعية، مش حياة زوجية خالص. فاللي هو كله تدخلات، تدخلات، تدخلات. غير بقى الأطفال اللي بتلقط بقى حاجات وبتأثروا بقى بسلوك غيرهم، ومش بتعرفي تسيطري عليهم خالص. وبيطلعوا مش مؤدبين، عناديين، مفيش احترام خالص، بيلقطوا حاجات مش لطيفة، ممكن شتايم، ممكن ألفاظ. أي حد بيتدخل تيجي تربي وتقومي تلاقي حد بيعلق، لا قول لها لا، لا ما تسمعش كلامها. فبالتالي الولاد بيطلعوا مش محترمين، مش عارفين اصلا يسمعوا كلامك، وانت بالتالي مش عارفه اصلا تربيه، مش عارفه تربيهم، ولا هتعرفي طول ما انت قاعده في البيئه دي او وسط ايه الاشخاص الكتير. فالخلاصه، ولا انت في بيت العيله هترتاحي، ولا زوجك في بيت اهلك هيرتاح. يعني انت بتكوني تعبانه في بيت أهله، وهو بيكون تعبان في بيت أهلِك، لكن الطرفين بتكوني أنتِ إيه، عادي مرتاحة وبس يا مان دول أهلي وحبايبي، حتى لو أنتِ متضايقة بس في النهاية دول أهلِك وعلى قلبِك زي العسل، حتى لو عندِك ليل ونهار. وهو برضه في النهاية لو أهله عنده ليل ونهار وعلى طول متدخلين ومش عارفة إيه، يبقى على قلبه زي العسل، دول أهلي وأخواتي وحبايبي والكلام ده كله. وأنتِ بتكوني متضايقة وهو برضه متضايق إيه، ومش واخد راحته في بيت أهلِك. فعشان نريح نفسنا من الهم ده كله، انتوا عيشوا حياتكم بعيد عن الطرفين، وروحوا زيارات، هتروحوا كده ايه يعني تأدوا بقى الواجب، وتروحوا محبوبين، والنفوس تكون صافية لبعض وسالكة كده، وتعرفوا تربوا ولادكم كويس، وتعيشوا حياة سوية، حتى ما تطلقيش وترجعي بعيل، او ما تعيشوش في نكد ومشاكل ومرار طافح كده ملوش نهاية وحوارات ما بتخلص. عاوزة اقول لكم بقى ده غير ان انتوا بقى ايه هتشوفوه بقى من الحوارات بتاعة السلايف واخوات الزوج، اللي هو كل بقى ايه حاجة تجيبيها ولا كده يفضلوا بقى يدخلوا لك بقى ايه في اي وقت، ويستخدموا حاجاتك او ياخدوا حاجاتك وانت مش موجودة، تحت مسمى ده حاجة ابننا، ده شقة ابننا، ده دوت ايه حاجة اخونا، ده بيت اخونا. وبصي يعني ايه هيقرفوكي بكل الطرق اللي تتخيليها او ما تتخيلهاش. فمش هتتهني بحاجاتك، وممكن تكون بشقاكي لو بتشتغلي، او حتى لو مش بتشتغليش اصلا وزوجك اللي جايبها، فده حاجتك انتي مش حاجتهم خالص، دي حاجتك انتي مش حاجتهم خالص. لكن للاسف الغيرة بقى وحب السيطرة والكلام ده كله بيبقى مسيطر عليهم، وخليهم ان هم عاوزين ايه يعني ياخدوا
حاجتِك وكده، وما يخلّوكيش إن أنتِ تتهنّي بأي حاجة، شايفين إن ده من حقهم وهو أصلًا مش من حقهم، أو مستكترين عليكِ جوزِك. بيبقى يعني للأسف يعني هُم مدّيينِك ابنهم والّا أخوهم منظور، بتحسّي إن أنتِ مع الوقت من كتر النَّق ومن كتر النظرة ومن كتر ما هُم باصين جوّه حياتِك وفي حاجتِك، إن أنتم خلاص بييجوا عليكم وقت بتعيشوا زي الإخوات بالضبط من كتر ما بيبقى في نظرة في الموضوع يعني. فربنا يرحمنا ويرحمكم. فما تدخّلوش نفسكم في المتاهات دي كلّها، فخلّيكم بعيد وحافظي على حاجتِك. جدّدي وطوّري ويعني عشّشي كده ببيتِك وحاوطي عليه، وخلّيكِ دايمًا بعيد، وخِفّي حبّة زيد محبّة. مهما بجد قعدت أكلمكم عن عيوب بيت العيلة وعن المأساة اللي البنت بتعيشها لما بتعيش في بيت العيلة، لو الناس اللي فيه مش حابة بعض ومش طايقينها والكلام ده كله، أو بقى بيبقى فيه غيرة من السلايف، أو لو في مثلا أخت الزوج قاعدة في بيت العيلة، بيبقى فيه مشاكل كتيرة جدا جدا، لأن دي أكتر واحدة بتبقى غيرانة ومتضايقة وباصة في حياة أخوها، وباصة لمراته في كل حاجة يجيبها ولا كل حاجة يعملها، كل همسة كل لمسة كل كلمة. فيعني قاعدة للسقطة واللقطة زي ما بيقولوا، مركزة بميكروسكوب. فبيبقى حياتهم بصوا ممغصة، وحياتهم بتبقى مليانة يعني مشاكل خلافات، وكل شوية تغضب وكل شوية ينكدوا حتى لو فضلت في البيت. وبيجي لها بقى للأسف الشديد، بتكون لسه يعني صغيرة في السن، ممكن شعرها يبيض من كتر الهم والحزن اللي بتشيله على دماغها. ييجي لها أمراض وعمرها أصلًا يعني ممكن ما يكونش عمرها عيِّت ببرد ولا كده، تيجي بقى تتجوز في بيت العيلة، ييجي لها كل اللي يخطر على بالكم بقى، ييجي لها يعني بشرتها تتعب، ييجي لها أمراض، ييجي لها بُصّوا حاجات كتير، أنواع كتير أوي، تشيل المرارة، ييجي لها ضغط، ييجي لها سُكّر، ييجي لها قلب، ييجي لها روماتيزم، ييجي لها نقرس، ييجي لها بُصّوا عضمها يوجعها، قلبها يوجعها، ييجي لها قولون، بواسير، بشرتها تبوظ، شعرها يُقع. بُصّوا يعني بتتدمر، بتخش وردة تطلع تطلع يعني تطلع فحمة، مش عارفة تطلع يعني، أو تخشي حاجة موردة كده تطلع يعني حاجة مش قادرة أقول لكم، يعني مش عارفة، مش لاقية وصف يليق على المرار اللي بيشوفوه. ف يعني رسالة لكل أم ولكل بنت، سمّعي مامتِك يا ماما، سمّعي مامتِك يا حبيبتي، بلاش وبالله عليكم بيت العيلة بلاش، يعني حتى لو البنت فضلت تيجي على نفسها وتستحمل وقعدت يعني 5 سنين، قعدت 10 سنين، قعدت 15 سنة، قسمًا برب الكعبة بتطلّق في الآخر من كتر الخلافات والمشاكل، وإن في حاجات متراكمة خلاص. يعني الإنسان ليه طاقة يا جدعان، ليه نظلم بناتنا ليه؟ ليه وأنتم لاقيينهم في الشارع مش لاقيين تأكلوهم؟ ما تجوزوهم جوازة عدة، لا إما قعدوهم جنبيكم. مش سباق، هو مش سباق والله. اتقوا ربنا شوية في ولادكم. بتجيبوهم ليه لما انتوا هتمرمطوهم ومش هتحافظوا عليهم ولا تحافظوا على كرامتهم ولا على مشاعرهم؟ بالله عليكم حرام يعني. ده العمر مرة واحدة، العمر هو واحد بيتعاش مرة واحدة. ليه تخلوهم يعيشوا حياتهم بالمرار الطافح؟ ليه ما تخلوهم يعيشوا زي ما خلق ربنا؟ ليه انتوا تجيبوا بنات الناس لولادكم الصبيان، تهننوهم وتخلوهم حلوين، وترموا انتوا بناتكم بقى لناس تانية يدوقوهم المر بأشكاله وأنواعه؟ حرام عليكم. ليه التفرقة؟ ما دي زي دي، ما امنعوا بيت العيلة خالص من الدنيا. يعني الله حسبي ونعم الوكيل في اللي اخترعوا، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اخترعوا فعلا. حاجة مرار بجد، يعني ده جحيم الدنيا اللي بيقولوا عليه. اتمنى بقى كده كل بنوته سمعت الفيديو ما اكونش كده طولت عليكم، بس تكونوا استفدتوا. انا قلت لكم خلاصه خبرتي، خلاصه 6 سنين، وخلاصه برضو خبرتي بقى في في الشغل والحياه وكده، والتجارب اللي الواحد قابلها في حياته. وحبيت ان انا افيدكم كده، ويعني افتح عيونكم كده وازيدكم خبره شويه، وادردحكم علشان يعني تدخلوا كده متنورين. وده كده كان فيديو النهارده يا حبايبي، اتمنى تكونوا يا رب استفدتم منه. يلا كده لو انتي وصلت لحد هنا، اللايك والاشتراك في القناة علشان كل حاجة بنزلها توصلك اول باول. وايه رأيكم بقى في الحاجات اللي انا اشتريتها؟ يعني بجد انا مبهورة وفرحانة وطايرة من الفرحة بسبب الفيديو ده. يعني انا بجد مش مصدقة ان انا اخيرا بعد طول انتظار وعمالة يعني اقرر بقى وانوي ان انا هروح، مفيش وقت خالص ان انا اروح، واخيرا روحت وجبت اللي انا عاوزاه. وان شاء الله بقى كده احقق كل احلامي، ويا رب اي حد بيتمنى اي حاجة يحققها، ومفيش مستحيل بجد يعني.
إيه يعني مثلًا تصرفي 3000 إيه يعني تصرفي 4000 إن شاء الله 1000 جنيه والّا أي فلوس عادي، إحنا اللي بنجيب الفلوس يا جدعان، فهاتي واصرفي ومتّعي نفسِك وساعدي نفسِك، وإن شاء الله هاعمل لكم فيديوهات تاني برضه بقى شوية مشتريات اللي تنفع أي بنوتة أو عروسة جديدة وكده، وحاجات فعلًا بقى يعني بناتي أوي، أوي، تنفع بقى للاستخدام الشخصي، للاهتمام بقى بالنفس والكلام ده كله والشهيصة. وبرضه داخل علينا العيد، فهنستفاد جامد أوي من الحاجات ديّة، وهتنفعنا كمان في حياتنا اليومية على طول بعد كده. وعاوزة أقول لكم بقى أتمنى يعني إن أنتم تاخدوا بالنصايح دي وتعملوا بيها، ودبّري ووفّري واهتمي بنفسِك، وابعدي عن أي ضغوط وأي مشاكل، والله الدنيا مش مستاهلة، كلّه بيروح فجأة يا جدعان، يعني نعيش بسعادة ما لهاش إعادة. وأي حد عنده أي استفسار يسيب لي في الكومنتات وأنا إن شاء الله هارد عليكم، ويا رب كده فعلا الفيديو يفيدكم وكده وما يكونش تعب يا جماعة راح على الفاضي، انا تعبت فيه جدا بقى. يلا انا بتمنى ان الفيديو ده بصوا يعني يضرب كده ويخرب الدنيا عشان تعبت فيه قوي. وان شاء الله في الفيديوهات الجاية بقى يعني استنوا كده فيديوهات بقى ترتيب وتنظيم وهنرص الحاجات دي مع بعض، وهنعمل بقى حاجات تقديم واكلات وطرق تقديم بقى مختلفة، وهنغير بقى ونجدد. العيد جاي وهتشوفوا فيديوهات ضرب نار والجديد شديد، وبس محتاجة دعمكم كده ودعوة حلوة وكومنت جميل زيكم بقى تستمتعوا كده بباقي الفيديو مع نفسكم، واستنوا فيديو جديد. سلام.